وعيدنا شعبية اختلاسات مالية 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 صناديق خويتوها والشيوخ عمرتوها 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 صناديق خويتوها صناديق خويتوها وفلوس ما شفرتوها صناديق خويتوها وفلوس ما شفرتوها صناديق خويتوها الشعب يريد إسقاط الفاسد 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 الشعب الجزيرة تفتح والتوسان كتسطح 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 الجزيرة تخلع والتوسان كتسطح الجزيرة تخلع والتوسان كتسطح الجزيرة تخلع احتجاجات سلمية والمطالب شرعية 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 لا تمنعنا الخونة والعملاء لا تمنعنا الخونة والعملاء لا تمنعنا الخونة والعملاء لا تمنعنا الشفارة 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 والعملاء لا تمنعنا المجلس والعملاء المجلس والعملاء المجلس والعملاء المجلس والعملاء. تحية لإيطاليا. أيها الحضور الكريم، تخلد اليوم 24 مارس من سنة 2011 الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع تازة يومها الوطني تحت شعار لا للمصالحة مع ناهب المال العام، لا للمصالحة مع ناهب المال العام، وهو اليوم الذي سبق أن قدمت الهيئة وطنيا سنة 2005 ملفها المطلبي لرئيس البرلمان، والذي لم يتحقق منه سوى مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد. وانطلاقا من كون المغرب صادق على هذه الاتفاقية، أي اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد سنة 2005، فلا بد من تضمين أحكام هذه الاتفاقية بالتشريع المغربي، خاصة منها استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتزاما منا بدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
والاطلاع بمسؤولياتنا بما يتوافق مع مقتضيات استرداد هذه الأموال والثروات المنهوبة، وإيمانا منا بأنه يجب فتح ناهبي المال العام كيفما كانوا ومهما كانت مسؤولياتهم ومراتبهم في السلم الوظيفي، فقد انخرطنا مركزيا بالائتلاف الدولي المطالب بالنزاهة، كما نطالب مركزيا كذلك من المنظمات المدنية بالداخل والخارج وتحت الدول التي تتحرك ضد جوهر هذه الاتفاقية. فالشعوب يجب أن تعرف مدى جدية حكوماتها في مكافحة الفساد بالتنفيذ وتفعيلا لهذه الاتفاقية التي صادقت عليها أكثر من 140 دولة. فإننا نطالب بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة ناهب المال العام، هذا فيما يخص الوطني أو الدولي. أما على الصعيد المحلي، حاولت الهيئة منذ تأسيسها بهذا الأقليم أن تفتح ملفات الفساد، فأول عرقلة وجهت بها هو عدم حصولها على الوصل المؤقت حتى لا تكون لها صفة المطالب بالحق المدني. ورغم ذلك حاولنا وفي إطار القانون اللف على هذا العائق، وذلك إبلاغ ملف فينا تأسيسي لباشا مدينة تازة. حاولت الهيئة منذ تأسيسها بهذا الأقليم أن تفتح ملفات الفساد، فأول عرقلة وجهت بها هو عدم حصولها على الوصل المؤقت حتى لا تكون لها صفة المطالب بالحق المدني. ورغم ذلك حاولنا وفي إطار القانون اللف على هذا العائق، وذلك إبلاغ ملف فينا تأسيسي لباشا مدينة تازة عن طريق العون القضائي، وتم اعتباره أنه توصلا صحيحا كما ينص عليه الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية. وبعد انقضاء المدة المنصوص عليها في هذا الفصل، من بين الملفات التي اشتغلت عليها الهيئة هو أنها قدمت شكاية للسيد الوكيل العام بتازة ضد رئيس المجلس الحضاري لتازة. ثانيا قدمت شكاية كذلك في الموضوع ضد رئيس مجلس رعاية العمل الاجتماعي بتازة، وقدمت كذلك شكاية في الموضوع للسيد الوكيل العام باستئنافية تازة ضد كل من رئيس جماعة مكناسة الغربية ورئيس جماعة ولاد الشريف لما اقترفوه في حق المال العام من خروقات وتبديل. وبهذه المناسبة وكذلك تقدمت الهيئة بالشكاية إلى مؤسسة محمد الخامس للتضامن ضد رئيس الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بتازة، والتي يوجد أمين هذه الجمعية رحنا الاعتقال. كما تقدمت الهيئة بشكاية للسيد عامل الإقليم فيما يخص مقالع الرمل لجماعة مطماطة. وبهذه المناسبة نطالب من السيد الوكيل العام أن يسرع من وتيرات البث في مثل هذه الملفات وعرضها بأقرب وقت ممكن على القضاء. أيها الحضور الكريم، إن الثورات التي عاشتها كل من تونس هذا صوت الجماهير، محاكمة ولا بد، سؤال يوم سوى غدا، 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 الحساب ولا بد، سؤال يوم سوى غدا، الحساب ولا بد. أيها الحضور الكريم، إن الثورات التي عاشتها كل من تونس ومصر واليمن والبحرين وليبيا من بين أسبابها الفساد ونهب المال العام، وعليه فكل من له غيرة وحب لهذا الوطن وكل من يريد استقرار البلاد وجب عليه الانخراط فورا وفي هذا الورش الكبير، ورش محاربة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام بدون هوادة. وفي الختام نعلن للرأي العام أن الهيئة مفتوحة في وجه جميع الشرفاء من كل الأحزاب والنقابات والجمعيات وغيرها، كما تتقدم بالشكر لرفاقنا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي وحزب الطليعة وإخواننا في الدائرة السياسية للعدل والإحسان وشباب العدل وشباب 20 فبراير والليمتي وباقي الأحزاب والمنظمات النقابية والحقوقية والمعطلين وكل من حضر معنا هذه الوقفة الرمزية، وإلى السنة المقبلة إن شاء الله، وشكرا لكم. السلام.